كنتم من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. الإريتريون في المهجر يقومون بأنشطة وطنية. تطور تربية النحل في مدينة عدقية. تعزيز دور المرأة في التنمية. إطلاق سراح 90 تلميذا في الكاميرون بعد خطفهم لبضعة أيام. رئيس وزراء الصين وروسيا يتفقان على التعاون. وأستراليا تعتزم إنفاق 3 مليارات دولار بهدف التصدي لنفوذ الصين. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. قام الإريتريون المقيمون في ألمانيا وجنوب السودان بمختلف أنشطة الدبلوماسية الشعبية، وأفادت الأنباء الواردة إلينا بأن أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في جنوب ووسط ألمانيا عقدوا اجتماعاتهم السنوية في مدينتي نورنبرغ وفرانكفورت. وقدم القائم بأعمال السفارة الإريترية السيد يوهانس والدو توضيحا حول تطورات السلام الإريترية الأثيوبية والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة لها، ودور هذه التنظيمات في البرامج المستقبلية للبلاد. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون الشعبية والجاليات السيد كحساي تولدي وضع فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في ألمانيا وتحدياته وسبل حلها. وبحث الاجتماع التقرير المقدم والخدمات القنصلية وتوضيح الحقوق وتقوية شباب الجبهة الشعبية. وقرر وأوصى المشاركون لتقوية الدعم لإيصال السلام إلى المبتقى والعمل النشط بتمتين الصفوف لنجاح المرحلة الجديدة. من جهة أخرى عقدت حركة شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في جنوب السودان ورشة عمل لإدارة المشاريع، وتناولت الورشة التي أشرف عليها المهندس سامئيل تخلآب مضمون إدارة المشاريع وأولويات إدارة المشاريع وإدارة المشاريع المثمرة وكيفية تأسيس المؤسسات. وهدفت ورشة العمل التي استهدفت الشباب في جوبا لمساعدتهم في عملهم اليومي وتبادل التجارب. حقق إنتاج العسل ارتفاعا في مديرية عدقية هذا العام لتطور أنشطة تربية النحل. وأوضح خبير تربية النحل في مكتب وزارة الزراعة بالمديرية السيد يوهانس زوينجيل عن ملائمة المديرية وخاصة قرى المنحدرات الشرقية لتربية النحل. وأشار إلى عمل 280 مواطنا في تربية النحل أنتجوا العام الماضي 9000 كيلوغرام عسل من 1068 منحلة. وكان إنتاج شهري سبتمبر وإكتوبر فقط من هذا العام أكثر من 15,000 كيلوغرام من العسل. وقال إن المناحل المتطورة لها دور في رفع إنتاج العسل. وذكر السيد يوسف كليل أن تربية النحل نشاط يتماشى مع البيئة وله مردود جيد، حيث ينتجون 3 مرات في السنة. دعت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم القاشبركة السيدة يحتقى لتعزيز دور المجتمع لخلق الأرضية لرفع مشاركة المرأة في التنمية لتخفيف المصاعب الاجتماعية للمرأة خاصة المتواجدة في الريف النائي. وأوضحت لدى لقائها المرأة في ضواحي تمرات وأديبرة وفورتوساوا وتكراريت وحشاكيتو بمديريتي دقة وفورتوساوا أن المرأة عرضة لمختلف المصاعب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وعلى المجتمع تنفيذ مسؤوليته الأخلاقية لمساعدتهن لتجاوز هذه المصاعب وتشجيعها أيضا لرفع مشاركتها في التعليم. وأهبت المشاركات في الاجتماع للدفع بالبرامج التعبوية للمجتمع عامة والمرأة خاصة مؤكدات الاستعداد للمساهمة في متطلبات المرحلة. تلقى المزارعون في نقفة وضاحيتي اندلال وبقلة بمديرية نقفة تدريبا في التسميد الطبيعي بهدف رفع الإنتاجية. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد محمد صالح محمد علي أن السماد الطبيعي يسهم في إخصاب التربة
ومكافحة الآفات الزراعية ورفع الإنتاجية، مشيرا إلى أن السماد الصناعي له تأثير سلبي على المدى الطويل، كما أنه باهظ الثمن ولا يمكن إيجاده بسهولة. ودعا المزارعين لتبادل الخبرات والتجارب وتوطيد العلاقات مع المهنيين الزراعيين للحصول على النصح والإرشاد. وأكد المزارعون أن التدريب الذي حصلوا عليه يساعد للدفع بعملية تحقيق الأمن الغذائي. وتوجد في مديرية نقفة حوالي 6000 هكتار تنمى بالأمطار والري. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن الاحتفال بيوم الطفل سيحتفل به في البلاد يوم 20 من نوفمبر بدلا من 8 من ديسمبر. وأوضح خبير رعاية الأطفال في قسم رعاية الأطفال بالوزارة السيد كبر أب تخستي أن الأطفال جزء من المجتمع ليس لهم القدرة للدفاع عن حقوقهم وأمنهم، لذلك يتوجب منحهم الرعاية والعناية الخاصة، ويأتي اليوم العالمي للطفل تذكيرا بذلك. وحول تغيير اليوم العالمي للطفل أنه يحتفى به في 20 من نوفمبر على المستوى العالمي، لكن البلاد ظلت تحتفل به في 8 من ديسمبر، وقد جاء التغيير ليكون متماشيا مع اليوم العالمي. وعلمت الجهات المختصة للاحتفال باليوم العالمي للطفل تماشيا مع التغيير الجديد والاحتفاء به تحت شعار لنجدد العهد للتطور الدائم للطفل. كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية، فاصل قصير ونوافقكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. وعلى الصعيد العالمي، أعلنت السلطات في الكاميرون أنه تم الإفراج عن 90 تلميذا خطفوا على دفعتين قبل بضعة أيام من المدرسة نفسها في منطقة شمال غرب الكاميرون التي تشهد اضطرابات أمنية على خلفية مطالبتها بالاستقلال. فوقع الخطف يوم الاثنين في باميندا، المركز التجاري في المنطقة المضطربة الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون. وقالت الكنيسة المسؤولة عن مدرسة نوكين المشيخية الثانوية في باميندا العاصمة الإقليمية للشمال الغربي أن التلامذة قد أطلق سراحهم. وما زالت قامضة صورة الأحداث وهوية الخاطفين وشروط الإفراج عن هؤلاء 90 تلميذا الذين خطفوا في فترة وجيزة. وطالب الرئيس بول بيا في خطابه الأول بعد انتخابه الشهر الماضي لفترة ولاية جديدة تمد حكمه المستمر منذ 36 عاما الانفصاليين بإلقاء أسلحتهم، وإلا سيواجهون قوة القانون دون أن يعرض عليهم أي تنازلات. وكان الانفصاليون الناطقون بالإنجليزية فرضوا حظر تجول وأغلقوا مدارس في إطار احتجاجهم ضد حكومة بيا الناطقة بالفرنسية وتهميشها الملحوظ للأقلية الناطقة بالإنجليزية. ندد رئيس وزراء روسيا ديمتري ميدفطوف ونظيره الصيني لي كيتشانغ بالحماية التجارية واتفقا على توسيع نطاق التعاون بين بلديهما في المجالات المختلفة. وشهد رئيس الوزراء توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات في بكين. وفي مؤتمر صحفي عقب مراسم التوقيع صرح لي أن الحماية التجارية تضر بمصالح الصين والدول الأخرى. وقال ديمتري إنه متفق مع لي بشأن العديد من القضايا الاقتصادية من بينها دعم المشروعات الصغيرة ومواصلة إلقاء القيود في قطاعات معينة. تعتزم الحكومة الأسترالية إنفاق 3 مليارات دولار أسترالي على مشروعات البنية التحتية واستثمارات أخرى بمنطقة المحيط الهادي في محاولة للتصدي للنفوذ المتنامي للصين في المنطقة. وستقوم أستراليا بتأسيس بنك للبنى التحتية قيمته مليارا دولار أسترالي لمشاريع في المنطقة، وتنفق مليارا دولار آخر لتعزيز الصادرات ودعم الشركات الأسترالية في المحيط الهادي حسب ما ذكر رئيس الوزراء سكوت ميروسون. ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أبيك في بابو غينيا الجديدة،
حيث يستضيف ميرسون قادة منطقة المحيط الهادي. وفي السنوات الأخيرة استثمرت الصين بشكل متزايد في المنطقة من خلال قروض لمشاريع بنية تحتية ضخمة بشكل يتحدى مباشرة نفوذ أستراليا. كما ستقوم أستراليا بالتبرع بمراكب دورية إلى الجزر المجاورة لها، بالإضافة إلى إجراء تدريبات دفاعية وأمنية معها. كشفت شركة سامسونج النقاب عن هاتف ذكي جديد بشاشة قابلة للطي، وذلك في فعالية استضافتها مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. ووصفت الشركة هاتفها الجديد انفينيتي ديسبلاي بأنه الأساس للهواتف الذكية في المستقبل، وقالت إنها تنوي بدء إنتاجه في غضون أشهر. وقال سامسونج إن هاتفها الجديد يجمع ما بين مواصفات الحاسوب اللوحي والهاتف الذكي العادي، فشاشته بحجم 7.3 بوصة، وعند طيه يتقلص حجمه إلى النصف، وتظهر شاشة منفصلة صغيرة للهاتف. وأعلنت سامسونج عن سعيها لإنتاج جهاز بهذه المواصفات قبل 5 سنوات، وكانت تتنافس مع شركة هواوي الصينية في السبق إلى طرحه بالأسواق أولا. لكن شركة روي الأمريكية، وهي صغيرة بالمقارنة مع سامسونج وهواوي، جذبت الأضواء الأسبوع الماضي عندما أعلنت عن هاتفها فليكس باي القابل للطي. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.